اهم الصيام صيام يوم عاشوراء. وصيام يوم عاشوراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله لمن صام يوم عاشوراء ان يكفر الله عنه ذنوب سنة قبله. يبقى ذنوب السنة اللي فاتت كلها اتمسحت. بس صيام عاشوراء على 3 مراتب. الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى. قال: نحن احق بموسى منكم، وامر بصيامه. فكان اول صيام فرض في الاسلام، كان فرض صيام عاشوراء فرض. نسخت هذه الفرضية بعد فرض صيام رمضان وصار صيامه سنة. احنا بنقول ان ال3 مراتب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم العاشر، ثم قال: لئن عشت الى قابل لاصومن ال9 والعاشر. وكان يحب مخالفة اليهود. ثم ثبت الحديث: صوموا يوما قبله ويوما بعده، او صوموا يوما قبله او يوما بعده. فبقت 3 مراتب، انك انت تصوم يوم 10 لوحده تكفر عنك ذنوب سنة، او ان الافضل انك تصوم 9 و10، ال9 والعشر، او الافضل المرتبة الثالثة الاعلى ان تصوم 9 و10 و11، يوم قبله ويوم بعديه. هذه الصيام هذا الاسبوع